بتسألوني ليه بحبه ليه وليه بخاف عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده من البوم سمعوني، اغنيه بتسالوني ليه، لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. حبيبي لما يقول بحبك بكلمة ياخدني في حتة تانية. اغنيه بتسالوني ليه محمد حماقي من البوم الجديد سمعوني، وهي من كلمات امير طعيمه ومن الحان عمرو مصطفى ومن توزيع تميم. حاجه كده من الاغاني الجامده جدا، والبيت اللي بيليق على حماقي اللي هي بترقص، بس اللي هي بتاعت الديسكوهات بقى وكده. شايف ان دي الاغاني اللي دايما بتبقى حلوه في حماقي جدا، واللي بيبقى كلها بيت وشغل وكده. دي بالنسبه لي بتبقى تحفه في حماقي. بحب جدا النوعيه دي من المزيكا وبتليق عليه. التوزيع ما فيهوش غلطه واحده، يعني انتوا اسمعوا الاغنيه واحكموا، بس انا من وجهه نظري شايف ان التوزيع ما فيهوش غلطه من بدايه التراك لغايه اخر التراك. شابوه تميم، برافو عليك قوي، انت عامل توزيع رايق جدا. كلمات امير طعيمه برضو عامل كلمات رايقه جدا، بيتغزل في واحده وبيحب فيها، عامل لها كلام حلو وبتاع. اغنيه حلوه جدا، الاغاني اللي هي الخفيفه اللي تسمعها. توزيع كان تقيل قوي في الاغنيه وكان رايق. الحان عمرو مصطفى بقى بيسهل علينا الدنيا دي كلها. كل العمالقه دول عمرو مصطفى يدخل يعمل لحن الدنيا تضرب اكتر. الالحان كانت جامده قوي في الاغنيه دي. من الاغاني يا جماعه المتكامله الحماقي، اللي فيها البيت، واللي هي الاغنيه اللي ترقص. اغاني الحلوه جدا، من الاغاني الرايقه قوي، تنفع للسفر، للخروجات، تشتغل في اي حته، في الافراح طبعا. من الاغاني الرايقه قوي، واللي انا بيعجبني دايما النوعيه دي في محمد حماقي. بصراحه بحبه جدا لما بيجي يغني على الريتم ده من نوعيه الاغاني. بالنسبه للاغنيه فانا شايف ان هي من الاغاني اللي ممكن اقيمها اديلها 9 من 10. اغنيه حلوه قوي، من الاغاني اللي انا هرجع اسمعها الفتره اللي جايه، ومعتبرها ان هي من الاغاني كمان التوب في الالبوم. فما تقلش حاجه عن اغاني حماقي قبل كده عملها، هي البيت اللي تبقى بالريتم ده، ما تقلش حاجه خالص. انا بالنسبه لي شايف انه البوم قوي. انتوا هتلاقوا الدراما، هتلاقوا الاغاني التكنو، الاغاني المقسوم اللي بترقص، اغاني اللي هي الطرب. انت في اغاني على فكره طربيه في الالبوم، في اغاني عامله زي الموال كده، حاجات كده رايقه. حماقي عامل ميكس كده في الموسيقى. انبهرت جدا. كل ما بينزل البوم جديد انا بنبهر اكتر واكتر بالشغل اللي بيقدمه. انا ده كان رايي في الاغنيه، شايف ان هي من الاغاني المتكامله جدا ككلمات ولحن وتوزيع. الاغاني اللي اقولها توب جدا جدا، واشكر كل فريق العمل اللي اشتغل عليها. الاغاني فعلا معموله بحب يا جماعه، وده باين جدا وظاهر في التراكات وفي الشغل اللي نزل. حاجات فعلا متعوب عليها بشكل كبير، وغنى حماقي كان رائع في الاغاني تقريبا كلها. يعني انا بقول ان الكلام ده مش عشان انا بحبه وبتابعه من زمان، بس فعلا الاغاني متعوب عليها ومتكلفه جامد. ده كان رايي في الاغنيه. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده؟ اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، واعمل لي لايك لو الفيديو عجبك، وشيره في كل مكان لكل اصحابكم قد ما تقدروا. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله خير فيديو جديد. سلام.